وقفنا في الحلقة اللي فاتت من قصة نوح عند اللحظة اللي اتفاجئ فيها الكفار بتحركات غريبة لأتباع نوح ومحدش فاهم فيه ايه. حركة هلع وفزع رهيبة ومحدش فاهم حاجة. رعب منتشر في كل مكان. مش شايفين غير نوح واللي معاه بيجروا يجمعوا من كل حيوان من الحيوانات زوجين اتنين، ذكر وأنثى. ايه الأمر الغريب ده؟ هي الحياة هتنتهي ولا هتبدأ؟ كل شيء ماشي حسب نظام وقانون، والسفينة ما بيركبش فيها إلا اللي حصل على تأشيرة من نوح. تركب البهيمة والحيوان بس ما يركبش الكافر. فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. اتشحن الناس جوه السفينة وكل واحد أخذ مكانه فيها، حتى الحيوانات دخلت في حظيرة مخصصة ليها جوه السفينة. ونوح عمال ينادي ويقول اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وكل العيون على نوح منتظرين النداء الأخير وساعة الصفر. اكتملت أعداد المسافرين وسط نظرات المشركين دي واللي انتهت بيها سخريتهم وبلعوا لسانهم. ركب الجميع وما تبقاش من أهل نوح غير زوجته وابنه. وبدأ المشهد يزداد خوف ورعب، وبدأت المية تفور من الأرض بزيادة، وبدأت المية ترتفع لمستويات غير مسبوقة. وفجأة اتهزت السفينة من مكانها وكأن المية خلعتها من جذورها. وفي لحظة صار حواليها براكين المية المخيفة وانتشر الرعب والهلع في كل مكان. وتحول المشركين من جماعة متفرجين على المشهد لجماعة بيهربوا منه، وكل واحد منهم بيدور على مكان عالي ما يوصلوش المية، وجري هنا وهناك وتزاحم وغرق. في كل مكان نافورة عملاقة بتنفجر من تحت رجليهم. ومش الأرض بس اللي كانت غضبانة، كمان السماء بدأت تقذف من قلبها المية. وانشق الغمام الأسود اللي مال السماء لشلالات مطر عملاقة لغاية لما اختفت الأرض من المية. وفي مشهد رهيب ما حصلش ولا هيحصل تاني ليوم الدين، طافت سفينة نوح وسط صراخ المشركين وعذابهم، وسط واحد بيحاول يتسلق شجرة، واحد بيحاول يصعد جبل، واحد بيعوم ومتشعبط في خشبة، واحد بيحاول يلمس السفينة اللي كان بيسخر منها امبارح، لكن الطوفان بيرفعهم كلهم وبيرمي بيهم بعيد. وفجأة وسط الأهوال والسيول دي والأمواج اللي ربنا وصفها كالجبال، التفت نوح التفاتة خطفت قلبه وخلته يصرخ من الألم. فيا ترى نوح شاف إيه خلاه يصرخ كده؟ شاف شاب أعزل بيحاول يصعد بصعوبة لقمة جبل، فركز فيه فلقاه ابنه اللي حتة من كبده، فاتغلبت عليه عواطف الأبوة وصرخ وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فأسمع ربنا الولد نداء أبوه ليه، وبص ليه وقال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهنا صرخ نوح وقال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقبل ما يرد الابن من جديد على أبوه، ارتفع ما بينهم بركان هائل من الأمواج ابتلع الابن قدام عيون أبوه وهو منتظر منه كلمة أو رد. واختفى الجبل واختفى الابن وكل شيء، ومنعوا كبره انه يركب او يختار ابوه من دون الناس. وجريت السفينة بين موج عالي ربنا وصفه وقال وهي تجري بهم في موج كالجبال. وبعد مدة من الإبحار والسفر نزل الأمر من السماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أقفي. فبدأت الأرض تبلع ميتها وتخمد براكينها، وبدأ السحاب يغادر السماء وتقف المية المنهمرة منه، وبدأت الأمواج تهدى ويهدى معاها نفوس الركاب. وبعد فترة ملت الابتسامات وجوه الناس وانتهى خوفهم ورجعت الحياة أجمل مما كانت. وبدأت أشعة الشمس تتخلل السماء من جديد، وبدأ منسوب المية يقل واحدة واحدة وتنخفض مع السفينة كمان واحدة واحدة لغاية لما قربت من مكان اسمه الجودي، وهي المينا ومحطة الوصول اللي ربنا اختارها ليهم وقدرها. وراست السفينة وارتفعت أصوات شكر الناس لله وفاضت عيونهم بالدموع واتبادلوا الأحضان والتهنئات. إلا إن نوح مازال الوجع مالي قلبه والحزن مالي عينيه، فقلبه محروق على ابنه اللي غرق قدام عينيه. فتوجه لربنا وقال له ربي إن ابني من أهلي. وإذا بربنا سبحانه وتعالى يصحح لنوح معلومة هتغير له مفاهيمه وهتطيب مشاعره كمان. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. معلومة واحدة من الوحي فتحت عيون نوح إن مهمته البلاغ وبس، مش مهمته إرغام الناس على الإيمان حتى ولو كان ابنه. فأنت مهمتك كأب إنك تعلم وتبلغ وتوجه وبس، فما تحزنش لو طلع لك ابن عاق ما دمت أديت حق الله فيه. معلومة واحدة فوقت نوح وعرفته إن القيادة ما بتدارش بالعواطف. معلومة واحدة وصلت له إن الوثنيين مش من أهله حتى لو كانوا أولاده من صلبه.
معلومة واحدة فهمته إن كل واحد عليه تحمل ضريبة حريته اللي ربنا اداهاله ودفع تمن عناده. وهنا بس هدي نوح وطابت نفسه من ناحية ابنه وقال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهنا ربنا بشره بالحياة الجديدة اللي منتظراه وقال له: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. هبط نوح ورثت السفينة ونزل منها الرجال والنساء والأطفال وكلهم أمنين، ومفيش على لسانهم إلا عبارات الشكر لله. وفتحوا الحظيرة ونزلت الحيوانات وانتشرت الحياة في أرض التوحيد البكر الجديدة دي، وعمروها بالتوحيد من جديد وبنوا وزرعوا وصنعوا. ومرت أعوام وأعوام والتوحيد منتشر على الأرض، وكبر نوح وضعفت صحته. وفي يوم من الأيام كان أحد أولاده عند راسه وفراشه، فنظر ليه نوح عليه السلام وأوصى البشرية من بعده وقال له: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. اسمع بقى وصية نوح: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ثم أوصى سبحان الله وبحمده وقال له: إنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. ثم نهى عن أمرين مهلكين وقال له: وأنهاك عن الشرك والكبر. وما كانش قصد نوح بالكبر إنك تلبس هدوم حلوة أو تركب سيارة غالية، لكن الكبر باختصار هو بطر الحق وغمط الناس، رفض الحق واحتقار الناس. وبعد الوصية دي بشوية فارق نوح الحياة بعد عمر طويل مليان بالنضال، وبكى كل الناس وأهله وأحفاده. وظلوا جيل بعد جيل حافظين رسالة نوح بدون أي شرك، وكتروا وانتشروا في كل مكان، وأصبحوا قبائل وتفرقوا في كل قارات الأرض بيحكوا للأجيال عن قصة نوح والتوحيد والطوفان. واتفرعت من لغتهم لغات كتيرة، واللي كان منها اللغة العربية، واللي كانت القبائل اللي بتتكلم بيها عايشة في منطقة على شكل شبه جزيرة، واللي اتسمت بعد كده بمنطقة شبه الجزيرة العربية. واللي كان من بين القبائل دي قبيلة بيتقال عليها قبيلة عاد، قبيلة عايشة في منطقة جميلة اسمها الأحقاف، منطقة كلها عيون عذبة وواحات وساحات خضراء. واتسمت بالأحقاف لأنها كانت عبارة عن أكوام رملية أقل طول وارتفاع من الجبل، أكوام وكثبان رملية بتتشكل بطريقة طولية غاية في الجمال. الأحقاف دي كان أهلها بارعين في كتير من الحرف، فكان حياتهم الاقتصادية مستقرة، وكان بلادهم بيتضرب بيها المثل في الإتقان. اشتهروا بفن البنى وبرعوا في صناعة الخيام الضخمة ذات العماد الطويلة، واللي ربنا قال عنها: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مرت سنين طويلة وعاد أو إرم على التوحيد وعمالة تزداد قوة، لكن وباء خطير بدأ ينتشر في البلد دي وأهلها. وباء وقت ما بينزل بأمة بيهلكها وبيسقطها مهما كانت كبيرة وقوية. فيا ترى إيه هو الوباء ده واللي كان سبب في بداية سقوط وهلاك قوم عاد؟ ومين هو النبي اللي ربنا أرسله ليهم؟ وإيه هي المعجزة اللي ربنا أرسلها معاه عشان يؤمنوا بيه؟ وإزاي كان هلاك ربنا القوم عاد؟ هو ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية من قصة هود بإذن الله. سلام.